ما قلتيش على امه ان هي عملت لك اي حاجه، وفي نفس الوقت معلش يعني انا هيكون معايا بيت واسيب امي واخواتي قاعدين في بيت ايجار؟ ما يصحش طبعا. ازيكم؟ انا جوزي متغرب بقاله 15 سنه، احنا متجوزين بقالنا 10 سنين، ربنا رزقنا ببنتين وولد. في بدايه حياتنا قعدنا في شقه ايجار لحد ما ربنا كرمنا واشترى حته ارض، بنينا عليها بيت دور دور لحد ما بقى عندنا بيت 3 ادوار. المهم هو جهزه ووضبه واحنا نقلنا فيه من سنتين. المهم هو جهز الشقة اللي فوقيا ووضبها وقال لي ان انا احتمال اأجرها. اتفاجئت بيه بعد ما وضبها بيقول لي ان انا هجيب امي واخواتي يقعدوا فيها. كنت فاكرة في الاول ان هو عشان خاطر لما بينزل اجازة بيسافر لها ساعة او ساعة ونص، فقلت لما هينزل اجازة هما بس هيبقوا موجودين عندنا بدل ما يروح ويجي. اكتشفت منه ان هما هيقعدوا معايا على طول. طبعا اتضايقت جدا واتعصبت لان ده مش بيت عيلة ولا كان بيت ابوه، ده من شقاه وتعبه، وفي نفس الوقت انا ممكن اعمل معاهم مشاكل. بالرغم من كده ان انا لما كلمته تاني اكد لي ان هما هيفضلوا موجودين، وهو المفروض قدامه 10 ايام وينزل اجازة، وانا استحالة ان انا اعيش معاهم في نفس البيت، رغم ان امه قاعدة في بيت ايجار قديم وعليه بعض المشاكل. وفي نفس الوقت انا عايز اقول له عشان خاطر انا مش هقدر اكمل كده ان هو يشوف لي شقه بره. فقلت ابعت لحضرتك بحيث اعرف اللي انا بفكر فيه ده صح ولا غلط. اكيد عندك الناس برضو بتقول رايها ومفيش مشكله ان انا اسمع منه. خليني في البدايه افكر حضرتك، لو حضرتك اول مره تشوفني ما تنساش تتابعني وما تنساش تقول رايك في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك وشير. خليني في البدايه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هو انا في الطبيعي جدا ان انا ما بأيدش بيت العيله، ولكن من الواضح جدا ان انت ما ذكرتليش في رساله ان مامته حصل بينك وبينها خلاف او اخواته او ايا يكن. اللي انا عايز اوضحه لك بقى ان الشخص اللي بيبقى زي كده سبحان الله طالما بيتقي الله في امه وفي اخواته اكيد انت لازم تكوني مبسوطه جدا ان ده شخص فعلا هيتقي ربنا فيك، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في اي حد. خلينا نبص لها كده بالراحه. لما يكون اخواته وامه قاعدين في بيت قديم وانت بتقولي ان عليه مشاكل وقاعده كمان ايجار، فاللي هو الاولى ان تبقى قاعده في بيت ابنها، وده الصح. هو شقاه وتعبه، وممكن لو خلينا نقول ان انت بتبصي بقى ناحيه ورث والكلام ده، محدش فينا عارف هيموت قبل مين. بغض النظر بقى عن جزئيه ان انت بتقولي ان انت بقى هتعملي معاه مشكله او مش هتقعدي في البيت، والله ده رايي كنت حره فيه، ولكن انا بقول لك برضو رايي اللي هو ما تخربيش على نفسك. ده ماله وكده كده يعني انت لو حسبتيها ممكن يكون الرزق اللي ربنا بعته ليه ده كله بسبب دعاء امه، ان هو بر بامه. فزي ما انت ما شايفه من وجهه نظرك ان الموضوع صعب، ممكن يكون سهل جدا. يعني اكتر الامور اللي الواحد بيلاقيها معقده في حياته وصعبه عليه سبحان الله بتبقى اسهل. اي حاجه من كل حاجه بتبقى سهله جدا، بتتيسر معاكي في كل حاجه. فاللي انا عايز اقوله لك ان انت ما تخربيش على بيتك، وانت شوفي والله لو حصل مشاكل والكلام دوت ساعتها ابقى قرري. انت ما قلتيش على امه ان هي عملت لك اي حاجه، وفي نفس الوقت معلش يعني انا هيكون معايا بيت واسيب امي واخواتي قاعدين في بيت ايجار؟ ما يصحش طبعا. يعني من الطبيعي جدا ان اللي يعمل حركه زي دي انت اعرفي ان انت مع شخص فعلا هيتقي ربنا فيك. انت احتسبي ده لله، اللي هو كل ده هيرجع لاولادك. انا شايف من وجهه نظري ان انت ما تخربيش على بيتك وتفكري بعقلك كده، وان شاء الله باذن الله ما يكونش في مشاكل ولا في اي حاجه. اي نعم انا ضد اي بيت عيله عشان بيحصل فيه مشاكل، ولكن انت ما حصلكيش فيبقى ما تقوليش ان انا مش هقعد معاهم، لا. فانت بصي لها كده بالعقل، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في اي حد. فهو زي ما فكر في اهله بعد 15 سنه، فاللي هو عمره ما هيعمل اي حاجه فيها ينكرها لك. فاللي هتعمليه النهارده هيقعد بكره لاولادك. ده رأيي، والناس أكيد هتقول رأيها في الكومنتات، وأنا بتابع الكومنت بتاع الناس وأتمنى منك إن أنتي تتابع الكومنتات بتاعتي.